دعاء ردته في الصباح: اللهم حصن قلوبنا من هموم الدنيا وأوجاعها، وافتح علينا أبواب السعادة والتوفيق، وارزقنا دوام الستر والصحة والعافية يا رب العالمين. أسعد الله أيامكم بالخيرات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب. عليه أفضل الصلاة والسلام. صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صباحكم مبارك سعيد، صباح النشاط، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الإرادة القوية، صباح العزيمة. هكا بغيتكم البنات تكونوا ديما صباحكم يكون نشيط. انتم اليوم غادي ناخدكم معايا العادة ديالي الصباحية. يعني انا خديتكم معايا نديروا لا مارش. انتم الجو ديال الصباح البنات روعة ما شاء الله. يعني اللي ما جربتش هذا الجو تنتمنى انها تجربوا ونحفزها انها دير لا مارش مع الصباح. انا اليوم فقت وصليت الفجر ديالي كالعاده، صفت وليداتي للمدرسه وخرجت ندير لا مارش البنات. يعني واحد الجو تيكون رائع. انتم يا البنات الناس ما كتكونش كثيره في الشوارع، تيكون واحد الجو غايه في الروعه. تنتمنى انكم تجربوا. ومن بعد لا مارش ديالي البنات انا رجعت للكوزينه ديالي كعاده اي مرأة ربة بيت. هانتوما يعني غادي نجمعوا الكوزينه ديالنا. هنا يا البنات وريتكم هذه البسبوسه درتها بالفينو، ان شاء الله نشاركها معكم في فيديو جديد ان شاء الله. وكذلك نتوما الماء ديالي ديال الحامض تنخليه ديما قدامي باش نبقى نشرب منه. انا كنشقى في الكوزينه وانا كنشرب منه. وهنا غادي نمشيو نعجنوا العجين ديالنا. درت هنايا الدقيق ديال القمح الكامل مع الفينو. يعني تيكون الدقيق الكامل هو اللي غالب، يعني هو اللي كتير، وحسب الكميه اللي بغيتو تعجنوا يا البنات. الماء دافي، خميره مع الملحه، وتنعجن العجينه ديالي مزيان. وهنايا سالت العجينه ديالي. هنايا البنات كنخلي العجينه رطبه ما تكونش قاصحه. هانتوما غادي تشوفوا يعني القوام ديالها كيف داير. وتنغطي العجينه ديالي ونخليها تخمر بشكل جيد. هنا من بعد ما خمرت لي العجينه غادي ناخذ الدقيق القمح الكامل وغادي نقرص فيه قريصات صغار بهذا الشكل. غنديرهم قريصات صغار يعني باش نطيبهم في المقله، ما نطيبش الخبز ديالي في الفران. هنايا كنطلقهم بهذا الشكل وغادي يعني نستفهم فوق واحد الزيف هكا. ومن بعد غادي نغطيهم بشكل جيد ونخليهم يخمروا. هانتم يعني المراحل باينين في الفيديو. تنتمنى انه يعني هذه الطريقه تعجبكم ان شاء الله وتجربوها. هنا غادي نمشيو باش نوجد معكم واحد الوصفه تنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم كذلك. هنا عندي واحد 4 البطاطات، عندي فلفله خضراء، عندي دنجاله، عندي واحد البصله. هادو هما المكونات اللي غادي نستعمل يعني في هذه الوصفه ديالي. وكذلك غادي نستعمل الصدر ديال الدجاج. غادي نقطع الفلفله الحلوه ديالي على هذا الشكل، يعني غادي نقطع طريفات صغار. وغادي ناخذ واحد الطنجره وغادي نحط فيها يعني هاد المكونات ديالي. غادي نقطع كلشي يعني طريفات صغار، الدنجال والبصله. وغادي نخلي البطاطا ما غاديش نقطع. انتما غتشوفوا في الفيديو كيفاش غادي نستعملها. البطاطا هي اللي ما غاديش ندير مع هاد المكونات ديالي في الطنجره. غادي نقطع الدنجال والفلفله والبصله هما اللي غادي نقطع يعني ونديرهم هنا باش يتقلاو ليا.
تنتمنى ان الوصفات ديالي يعجبوكم وتعطوني ارائكم في التعاليق، وديروا لي لايك، واللي ما اشتركتش في القناه تشترك، وتبارطاجيو كذلك الفيديو مع الاهل والاصدقاء ان شاء الله. هانتوما يعني غادي نحط كل المكونات ديالي هنايا في الطنجره، وغادي نشعل العافيه ونحطهم باش يتقلاو ليا. هانتوما معايا يعني بدات تشوفوا التكميله ديال الوصفه ان شاء الله، تطلع روعه وبنينه ما شاء الله. تنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. غادي نضيف الزيت وغادي نضيف الملحه وغادي نخليهم يتقلاو مزيان. هنا غادي نضيف قطع ديال الصدر ديال الدجاج، ممكن تستعملوا يعني اللحم ديال البقري ولا كذلك الكبده ديال الدجاج، يعني حسب الاختيار. ممكن تستعملوا داكشي اللي نتوما يعني اللي متوفر ولا داكشي اللي كيعجبكم. هنايا انا عندي استعملت الدجاج هنايا. وغادي نخلي كلشي يتقلى مزيان. يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا، بك يا الله تعلقنا، بك يا الله. هنا خديت واحد 3 فصوص ديال الثومه نقيتهم وغادي نضيفهم على المكونات ديالي. غادي نحرك مزيان ونخليهم كذلك يعني يتقلاو، وغادي نمشيو نوجدوا يعني المرحله الثانيه في هذه الوصفه. غادي نقشر البطاطا ديالي، غادي نقيهم مزيان وغادي ناخذ الحكاكه ونحكهم يعني بحكاكه هكا غليظه. انتما يعني حكيت البطاطا ديالي وغادي نعصرهم، يعني نحيد لهم الماء. ضروري من هذه المرحله يعني ما تخليوش الماء ديال البطاطا، ضروري تعصروها. انتم كما كتشوفوا في الفيديو عصرت لها الماء ديالها. هذه هي الكميه اللي عطاتني. هنايا غادي نضيف الطنجره ديالي، غادي نضيف الطماطم المركزه وكذلك الربيع، وغادي نضيف حتى العطريه. يعني هنا ما تصورت ليش اللقطه، الكمون والبزار والتحميره، يعني العطريه ديالنا المعروفه. هانتوما يا البنات من بعد يعني ما طابوا لي المكونات غادي نحطهم جانبا باش يبردوا، وغنمشي معكم باش نطيب الخبز. خليت المقله تسخنات وخديت الخبز ديالي وحطيته في المقله بهذا الشكل. غادي نخليها البنات حتى يبدا يعني تنعرف واش دراسو من التحت، عاد غادي نقلبها وكذلك نخليها حتى نعرفها يعني طابت شويه، وعاد غادي نبقى نحرك فيها. ما تزربوش البنات تحركوها حتى تعرفوها بان يعني الخبز ديالكم متماسك، عاد بقى تحركوا فيه. وهنايا البنات راني كنسخن في يديا. راه واحد الجو البنات ما يمكنش، بارد 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 عندنا في مكناس. الجو بارد وصراحه كلنا كنا مرض، لا وليداتي لا انا واحد الروح كان شدنا كاملين. كيكون مريض واحد راه ضروري ينتقل للاخرين اللي في الدار. ولكن الحمد لله يعني ولينا شويه لاباس، بعدا الدراري ولاو شويه لاباس تيمشيو يقراو هذا. ايوا والجو نيت راه بارد، الله يرحمنا بشي شتيوا وصافي. وهنايا نرجعوا للوصفه ديالنا. غادي ناخذ البطاطا اللي كنت حكيت وغادي نضيف عليها واحد 4 البيضات وغادي نخلطهم مزيان بهذا الشكل. غادي نضيف عليهم واحد 4 المعالق ديال المايزينا. الا ما كايناش مايزينا يا البنات ضيفوا غير الفورس. يعني هنا كانت مايزينا متوفره عندي ودرتها. وغادي نخلط كذلك المكونات. غادي نضيف شويه د الكمون، شويه د البزار،
شويه د الملحه وشويه د الخرقوم، يعني العطريه يعني حسب الرغبه ديالكم. وتنضيف واحد شويه د الربيع. غادي نخلط المكونات يعني يتخلطوا المكونات بشكل جيد. وهنا راه باقي تنطيب في الخبزه ديالي، هذه هي اخر وحده ورحيتها وحطيت المقله الاخرى. يعني غادي ناخذ داك المكونات ديال البطاطا والبيض ومايزينا اللي خلطتهم، غادي نحط واحد الطبقه هنايا في المقله البنات راني درت فيها شويه الزيت. وغادي ناخذ يعني الدجاج ديالي والدنجال والفلفل هذوك اللي قليت في الطنجره، غادي نحطهم هكا بهذا الشكل فوق البطاطا. غادي نستفهم يعني كطبقه، وغادي نحاول نقادهم مزيان. وغادي ناخذ ديك الكميه الاخرى ديال البطاطا وغادي نحطها من الفوق بهذا الشكل. يعني الفيديو راه كيوضح راسو بشكل جيد. وتنتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم تنال رضاكم ان شاء الله. يعني صراحه طلعت زوينه وبنينه. هنايا تنغطيو عليها بهذا الغطاء وتنخليوها حتى نعرفوها يعني واش طايبه مزيان من التحت. وتنقلبوها هنايا، انا راني قلبتها وتنخليها طيب ليا من الجهه الاخرى. انتما كما كتشوفوا راني قلبها هنايا وتنخليها طيب مزيان. هذا هو الخبز ديالي من بعد ما طاب البنات، تيطلع روعه ما شاء الله. التلبنه ديالو تطلع رائعه. وهذه هي الوصفه ديالي او الغديوه ديالي، وممكن يعني ديروها في الغداء ولا العشاء. تطلع بنينه ما شاء الله. واحد البنه فيها ما نعاود لكمش البنات، نتمنى انكم تجربوها وتحكموا بريوسكم. تيطلع داك الدنجال، داك المذاق ديال الفلفله البصله، يعني اللحم، تيطلع شي حاجه روعه ما شاء الله. وهنا هو ياسر يعني كياكلها صراحه عجبتهم. تنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، واللي ما اشتركش في القناه ديالي تنتمنى انه يشترك ويخلي لي شي تعليق ويدير لي جيم الفيديو. بك يا الله تعلقنا بك يا الله. ايوا دابا بقات لي هاد الروينه نجمعها ونكون وصلنا لاخر الفيديو. تنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم على المتابعه. الى فيديو قادم ان شاء الله.